أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض صينية بطاطس بالسجق بطعم لا يقاوم وشكل جديد ومميز كمان، وهنحضرها بطريقة الاسكندرانية اللي بتخلي ريحة الأكل تجيب من آخر الشارع. ممكن بقى تقدميها مع رز أبيض أو رز بالشعرية وتاكلي وتدعيلي. أكلة سهلة جدا وسريعة، تعتبر أكلة الزنقات. لو قمتي الصبح كده ولقيتي نفسك مش عارفة تعملي غدا ايه وعايزة أكل يخلص معاكي بكل سهولة من غير مجهود، يبقى لازم تنفذي الوصفة بتاعت النهاردة دي. وممكن تعمليها من غير لحوم خالص، أو تعمليها بالفراخ أو اللحمة، أو تقدميها بالصدق زي ما احنا عاملين النهاردة. وهنضيف لها النهاردة شوية توابل علشان نزود الجمال جمال ونخلي طعمها فوق الخيال. ان شاء الله تجربي الوصفة وتعجبك وتقولي لي في الكومنتات. ويلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة في طاسة على النار هنحط حوالي 4 معالق كبار من الزيت، وبعدين اول ما يسخنوا هننزل بحوالي نص كيلو من الصدق. وطبعا الصدق والبطاطس على قد افراد اسرتك. تمام. هنبتدي نحمر فيهم كده لحد ما يبتدوا ياخدوا لون نوعا ما، وبعدين هننزل ببصلاية كبيرة متقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هنحمرها بقى مع الصدق كده على نار وسط لحد ما الصدق يستوي تماما. وبعدين هننزل بفلفلتين كوبي متقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفلفل احمر من اللي هو الحار لو انتوا حابينه يبقى حار يعني. تمام. هنقلبهم تقلبتين ومش عايزين نزود السوى للفلفل علشان هو لسه هيخش الفرن، فاحنا عايزينه يحتفظ بلونه وشكله. وبعدين هنبتدي بقى نتبل بملح وفلفل اسود وزعتر وبهارات صدق وجوز الطيب ولوري، ودي الاضافات اللي بتخليها مميزة جدا وبتخلي طعمها غير اي وصفة صينية بطاطس انتي شفتيها قبل كده. تمام. وهنبتدي نقلب التوابل مع الصدق والفلفل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هنطفي عليه لان هو اصلا مش بياخد وقت. وهنا بقى عندنا كيلو من البطاطس انا مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن تقطعيه بالشكل اللي انت تحبيه. وهنا انا طلعت الصدق والفلفل والصوص بتاعهم على جنب كده علشان اعرف ارصه في الصينيه بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هنبتدي بقى نحضر الصينيه بتاعتنا. هنجيبها وندهنها دهنه من الزيت كده في الاول علشان يبقى البطاطس كده سهله وانتي بتطلعيها. لو حابه ان البطاطس تبقى ناشفه والصوص بتاعها يستوي خالص يبقى لازم تدهنيها كده. تمام. هترصيها بقى الرصه اللي انتي تحبيها وعلى ذوقك. انا رصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملتها كده البطاطس على الاطراف وحطيت الصدق والخضار في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حسيت ان هي ممكن يكون شكلها حلو. وبعدين حوالي كوباية مية كبيرة طبعا سخنة هننزل فيها الصوص والبصل اللي نزل من الصدق، وهنقلبهم كده. وهتدوقي بقى التشريبة دي تشوفي ملحها وتشوفي لو عايزة تزودي توابل. وبعدين هنضيفها على الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان نتبل البطاطس علشان تاخد من طعم الصدق. تمام. هنبتدي بقى نوزع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت على كامل الصينية. بيبقى طعمها بالوصفة دي حكاية والله يا جماعة، لو جربتوا الوصفة دي هتعتمدوها ومش هتعملوا غيرها. بيبقى طعمها بجد تحفة. دي بقى معلقة زبدة اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطي براحتك. انا مقطعاها قطع صغيرة كده وبحب احطها على الوش، بتخلي الوش كده طعمه حلو قوي وتساعده في التحمير، وبتدي نتيجة كده حلوة جدا، يعني بتدي لمسة كده في الطعم حلوة قوي. نبتدي بقى نحرك الصينية كده علشان الصوص يخش في كل الصينية، وبعدين ندخلها على فرن حامي ونشغل الفرن من تحت ومن فوق لحد ما تاخد لون. وتبتدي تطلعي قطعة كده من البطاطس وتشوفيها كده بالشوكة. اول ما تلاقيها ان هي استوت تطفي عليها لان انتي اوريدي حتى حاطة الصدوق مستوي. تمام. يعني هي كلها على بعضها مش هتاخد معاكي حوالي ربع ساعة كده في الفرن، لان انتي كمان مقطعة البطاطس شرايح رفيعة او وسط، مش هيبقى اتخن من كده علشان ما تاخدش معاكي وقت خالص. كل ما ترفعي البطاطس طبعا مش هتخليها زي الشيبسي، بس هتخليها سمكها مناسب كده ان هي يا دوبك تخش الفرن ربع ساعة بالكتير وتطلعيها وتاكلي بقى بالهنا والشفا. شايفين جمالها عاملة ازاي؟
ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم الجديد. ومن فضلكم تشيروا بقى الفيديو لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.